تخيل أنك تشاهد مباراة حماسية، لكن فجأة هناك قانون جديد يغير كل شيء. لا مزيد من إضاعة الوقت، لا مزيد من التحفظ الدفاعي، وحتى التسلل سيتم تعديله. نعم، كرة القدم كما نعرفها ستشهد تغييرات غير مسبوقة، بعضها سيدخل حيز التنفيذ قريبا جدا. في هذا الفيديو سأكشف لكم عن هذه القوانين الجديدة، متى سيتم تطبيقها، وكيف يمكن أن تؤثر على اللعبة. تابعوا المقطع للنهاية، لأن بعض هذه القوانين قد يثير الجدل. لا نقاط عند التعادل السلبي. إذا انتهت المباراة 0-0 فلن يحصل أي فريق على نقطة. هذا القرار سيجبر الفرق على اللعب الهجومي بدلاً من التحصن في الدفاع. هل تتخيل كيف ستكون المواجهات عندما يصبح التعادل السلبي بلا فائدة؟ قدم مانيش مصدق يا ولادي، اللي حاسته بريمونتادا يناديلي، يا ولدي اللي حاسته بريمونتادا يعيط لي يطلبني. تقليل وقت المباراة. 90 دقيقة قد تصبح شيئا من الماضي. هناك مقترح لتقليل زمن المباراة إلى 50 أو 60 دقيقة فقط، بحجة أن المشاهدين لا يتحملون الملل والتوقفات الكثيرة. لكن هل سيكون هذا القرار منصفا؟ تعديل قانون التسلل. التعديل الجديد سيجعل التسلل أقل صرامة. إذا كان أي جزء من جسم المهاجم على نفس خط المدافع فلن يعتبر متسللا، مما يعني المزيد من الأهداف وإثارة أكبر. هل سنرى مباريات تنتهي بنتائج تاريخية؟ حارس المرمى تحت الضغط. لن يكون بإمكان الحراس الاحتفاظ بالكرة لأكثر من 8 ثوان، وإلا سيتم احتساب ركلة ركنية للفريق الخصم مباشرة. لا مزيد من تضييع الوقت أو النوم على الكرة. ممنوع إضاعة الوقت من الدكة. إذا لمس أحد أفراد الطاقم الفني أو اللاعبين الاحتياطيين الكرة بنية إضاعة الوقت، فسيتم احتساب ركلة حرة غير مباشرة للخصم فورا. فقط قائد الفريق يمكنه التحدث مع الحكم. لا مزيد من الاعتراضات الجماعية والفوضى. فقط قائد الفريق سيكون مسموحا له بمناقشة القرارات مع الحكم، مما سيجعل المباريات أكثر انضباطا. ركلات الجزاء بدون متابعات. إذا تصدى الحارس للكرة أو اصطدمت بالعارضة لن يسمح لأي لاعب بمتابعة الكرة. انتهت الفرصة. قرار قد يزيد من صعوبة تسجيل ركلات الجزاء. تجربة كاميرا الحكم. سيتم اختبار فكرة وضع كاميرا على جسم الحكم لنقل لقطات حصرية من زاوية جديدة، مما يمنح المشاهدين تجربة لم يروها من قبل. الحد من استخدام الفار. بدلاً من العودة للفيديو في كل لقطة، سيكون لكل فريق الحق في طلب مراجعة الفيديو مرتين فقط في المباراة، تماماً كما في كرة السلة. متى سيتم تطبيق هذه القوانين؟ بعضها سيتم تنفيذه رسمياً بدءاً من كأس العالم للأندية في يونيو، مثل قانون 8 ثواني للحراس ومنع اللاعبين من التحدث مع الحكم. بينما لا تزال تعديلات أخرى قيد الدراسة، مثل قانون التسلل الجديد. هذه التعديلات قد تغير كرة القدم للأفضل، أو قد تثير الكثير من الجدل، لكن الأكيد أنها ستجعل اللعبة مختلفة تماما. الآن أريد أن أسمع رأيك. أي من هذه القوانين تعتقد أنه الأفضل؟ وأيها قد يدمر متعة كرة القدم؟ اكتب رأيك في التعليقات، ولا تنسى دعمنا بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد. نراكم في الفيديو القادم.